والحديث الصحيح عند الإمام الترمذي وغيره يروي عثمان بن حنيف: وكنا جلوس عند رسول الله، أقبل أعمى دخل إلى عند النبي قال: يا رسول الله، جئت إليك تدعو الله لي ليرد علي بصري. قال: إن شئت دعوت الله رد عليك بصرك، وإن شئت تصبر لك الجنة. قال: يا رسول الله، الجنة جزاء جميل، أنا أريد الجنة ويرد الله علي بصري. قال: قم فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، في رواية: يا محمد يا أحمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه. قال: فوالله ما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل وإنه لا يبصر. راح توضأ، صلى ركعتين، جاب الدعاء اللي علمه النبي، فتح عيونه، تعالجت العيون، رجعت كما كانت، فدخل عند النبي وهو يبصر. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. أي وقت عندك حاجة صلوا ركعتين وتصلي إلى الله بي. اللهم صل عليه.